سيادة الرائد، لو تقول لنا ماذا يجري الآن تحديدا؟ يعني في الآن مجموعات قتالية من وحدات لواءات من الجيش الليبي بتنضم، من الجيش الرسمي بتنضم لقيادة الجيش الوطني بقيادة اللواء الأسبق أو السابق خليفة حفتر. نعم، نحن نحقق وبحمد الله وفضله الانتصار حلو الانتصار في انضمام وحدات الجيش. انا لا الحقيقه لا يعني لا ابالغ حينما اقول 80 او 85% من وحدات الجيش الليبي والقواعد الجويه والمسارد وايضا الوحدات الامنيه بمديريات الامن تنضم تحت القياده العامه للجيش الوطني الليبي في لمساندتها بمعركه الكرامه التي هي معركه كرامه كل الليبيين. يعني ممن تدعم هذه الغرفه وهذه التشكيلات من الخارج؟ يعني هناك حديث عن دعم قطري تركي لهذه التشكيلات. نعم. هو طبعا هذه الدويله التي تسمى قطيره التي لا مساحتها لا تتجاوز مزرعه في الدوله الليبيه، والله حتى في مدينه بنغازي، وايضا بقايا المخابرات التركيه هي من تدعم هذه الغرفه بايدي داخليه، هذا هو الذراع المسلح او الذراع المسلح للاخوان المفسدين المفلسين والجماعات المتطرفه التي تخرج من تحت عباءتها. نعم.